الفيديو ده مخبي وراه سر مرعب جدا، لانه بيكشف السبب الحقيقي اللي بيخلي الست دي تولع جوه بنزينه اللي في محطه سبيد واي. قبلها بدقايق صغيره بس بتيجي عربيه بسرعه كبيره قوي، بيك اب سودا، بينزل منها راجل لابس سويتر احمر وبيروح اتجاه الست دي. الراجل باين عليه ان هو متعصب ورايح باتجاه الست اللي واقفه على الشمال. اول لما راح لها شكلهم هما الاتنين وهم بيتكلموا وبيتخانقوا، بعدها هي رجعت لورا شويه ورمت عليه كنز سودا. الفيديو ده بيستمر كام دقيقه لحد ما الكاميرا بتصور الراجل وهو بيرجع لورا وبيدلو عليها حاجه. بعدها وهو بيدافع عن نفسه وبيقول اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده انا كنت بولع لها سيجاره، ولكن لو في حد بيولع سيجاره في حد وفجاه لقى ان هو بيولع قدامه، هيرجع بالراحه ببطء شديد ويفضل يتفرج عليها وما عندوش اي عنصر المفاجأة أو الخوف. الحقيقة المرعبة يا جماعة إن دي مش أول ضحية ليه، وإن الراجل ده قدر إن هو يضحك على البوليس لمدة سنين، وهي الوحيدة اللي هتقدر إنها تدخله السجن للأبد. ولكن للأسف دلوقتي مش عارفين هي هتفضل عايشة ولا لأ. بتحكي بوني أمها لجودي الست المحروقة في الفيديو ده، بتقول إنها جات لها مكالمة وفي حد بيقول لها هو أنتِ والدة جودي ماليونسكي؟ قالت لهم بس إيه السؤال الغريب ده؟ قال لها بصي، بنتك دلوقتي عندنا في المستشفى وانت لازم حالا تيجي وتشوفيها. Are you Judy Malinowski's mom? And I remember thinking, what a strange question. صباح الخير او مساء الخير في اي وقت ومكان بتتفرجوا فيه عليا. انا اسمي كريم ندى، بقدم محتوى قصص وجرايم محلوله ومش محلوله. وعدت يا جماعه بعد التحقيق اللي حصل على القناه بتاعتي، ولسه في شويه. ادعوا لي ان الدنيا تعدي على خير، وادعوا لي ان ربنا يوفقني. يلا نخش في قضيه النهارده. بتبدا المشكله الكبيره في يوم 2 اغسطس سنه 2015، وبالتحديد مع بنوته اسمها جودي ماليونسكي اللي عندها 31 سنه. كانت موجوده في محطه بنزينه في سبيدواي كولومبوس ومع البوي فريند بتاعها او صاحبها في الوقت ده، واللي كان اسمه مايكل سلاجر. الساعه 5:08 بالظبط اتغرقت بالبنزين جودي وتولع فيها تماما، وبعدها بدقايق اتنقلت بسرعه للمركز الطبي في اوهايو، وبعدها دخلت في غيبوبه. بيحكي الدكتور وبيقول ان هو شاف حروق كتيره قوي وناس كتيره قوي محروقه بنفس الاسلوب بتاع جودي ده، وبيقدر يقول ان هو تلات ارباعهم او جزء كبير منهم مش بيقدروا يكملوا ان هم يعيشوا. بتحكي بون اللي هي والدة جودي ان هي بنتها البكريه والاولى، وانها لما سمعت ان حصل لها حاجه زي كده ما قدرتش تتخيل ليه حصل كده، ليه بنتها محروقه، وقعدت تقول ان هي ما كانتش تتمنى ان ده يحصل لاي ام في العالم. بتقول وهي رايحه للمستشفى دخلت المكان الغلط مع الممرضه، وهي داخله راحت شافت في الاوضه اللي فيها مايكل. بتساله مايكل هي فين جودي؟ جودي حصل لها ايه؟ وبتحكي بتقول ان هي عمرها ما هتنسى البصه اللي هو بصها لها وقال لها دي كانت حادثه، دي كانت حادثه. بوني مش فاهمه ايه الموضوع اللي حصل وحادثه ايه، وليه في بوليس كتير جدا حوالين السرير بتاع مايكل. في ساعتها خدها ضابط بوليس وطلعها لبره ووداها لاوضه جودي. للاسف مفيش اي حاجه في الدنيا كانت هتقدر انها تجهزها انها تشوف المنظر اللي فيها بنتها. جودي اللي عندها 31 سنه كان محروق يا جماعه 80% من جسمها تماما، وكانت ملامحها مش واضحه. بتحكي دكتوره وبتقول ان في نسبه للحروق والسن بيعملوها علشان يشوفوا معدل الشخص ده هيقدر يعيش ولا لا. جودي كان محروق 80% من جسمها وهي عندها 31 سنه، فلما يتجمعوا العمر زائد نسبة الحرق هيشوفوا النسبة المؤكدة اللي هو هيموت بيها. طبعا ده غير قضاء ربنا. بيقولوا نسبة الوفاة أو نسبة موت جودي كانت 110%، يعني هي هتموت لا محالة. جودي دلوقتي راقدة وقاعدة في غيبوبة. مايكل وهو بيحكي للبوليس بيقول لهم يا جماعة البوينت اوف فيو بتاعتي أو الحادثة حصلت كالآتي: جودي كانت بتحط بنزين، البنزين اتدلق عليها، بعد ما البنزين اتدلق عليها أنا كنت بولع لها سيجارة على أساس إنه مش الكومن نوليدج، يعني اي ناس عارفه في الدنيا ان مفيش حد بيولع سيجاره في بنزينه، بس هو قرر انه يولع لها سيجاره في بنزينه. ما كانش يعرف ان هي وقع عليها بنزين واتحرقت. طبعا البوليس بيشوف الكلام واسلوب كلامه بيقول ان هو بريء، ولكن هم مش عارفين وجهه نظر جودي او ايه اللي حصل ادى ان البنزين يقع عليها من جودي. طبعا جودي في غيبوبه وبالكاد متمسكه بالحياه ومش عارفين يكلموها ومش عارفين ياخدوا منها اي معلومات. في الوقت ده المحقق كان قلقان جدا ان هو ما يسمعش القصه بتاعت جودي، وقرر قرار يعني مش رحماني شويه بس عشان يجيب لها حقها ويشوف هل فعلا هو بريء ولا في حاجه سينستر او في حاجه غريبه حاصله مرعبه في موضوعها.
قرر ان هو يكلم ام جودي ويكلم الممرضه ويقول لهم يا جماعه طلعوها من الغيبوبه دي. هم كانوا حاطينها في الغيبوبه علشان نسبه الالم اللي هي حاسه بيه ما تقدرش انها تتخطاها بالمسكنات، لازم يحطوها في غيبوبه. وفي يا جماعه الدكاتره بيحطوا مرضى يعني في غيبوبه عشان يقدروا يحافظوا عليهم على الحياه لاكبر وقت ممكن. فالممرضه بتقول له هو انت عايز تصلحها من الغيبوبه؟ لها اه. قالت له انت متاكد؟ المريضه اللي هتتألم تماما هتبقى في ألم غير طبيعي عايز تطلعها من الغيبوبه عشان تكلمها؟ لها اه. طبعا فوقوا الجودي وهم مش عارفين هي سامعاهم ولا لا، شايفاهم ولا لا، وامها بتقول لها اهدي اهدي انت سامعانا ولا لا، مش عارفين يشوفوا منها اي ريسبونس. بيحكي الضابط وبيقول انا بكلمها بس انا عايز منها اي رد، عشان اكيد يا هحبس مايكل يا هيطلع بريء لو هو عمل فيها اي حاجه. راح الضابط جنبها وقال لها انت سامعاني؟ هزت براسها وقالت له اه. قال لها انت دلقتي البنزين على نفسك؟ هزت بلا. قال لها مايكل هو اللي دلقوا عليكي؟ هزت براسها مرتين يا جماعه وهي في الم رهيب وقالت له اه. والبوليس كان محتاج بس الكلمه دي عشان يكمل التحقيق مع مايكل. طبعا ام جودي مش عارفه ايه اللي حصل، هي شايفه وجهه نظر البوليس بيقول لها مايكل دلق عليكي وهي بتقول اه. مايكل كمان محروق، عنده حروق في ايده وعنده حروق في جسمه بس بسيطه جدا. ودلوقتي البوليس راح لمايكل قال لهم هو انتوا بتقبضوا عليا؟ قالوا له اه. قال له بتقبضوا عليا ليه؟ قالوا له هتعرف دلوقتي. قال لهم انا متهم بايه؟ قالوا له انت متهم بتهمه الاعتداء الجنائي وكمان حرق عمد بسبق الاصرار. اللي ما يعرفوش مايكل سلاجر دلوقتي ان في كاميرا جوه البنزينه كانت مسجله ده كله، وان كل البوليس شاف هو عمل فيها ايه بالظبط، وده كان دليل حاسم جدا ان هم يقبضوا عليه. المحقق بيقول مع مايكل بص يا مايكل خليني صريح وواضح معاك، احنا شفنا في الكاميرا بتاعت البنزينه انت عملت ايه فيها، انت كنت بتتخانق معاها وانت بتتكلموا فجاه دلقت البنزين عليها كتير وعماله بتبعد منها، ولما هي وقعت على الارض انت ولعت فيها وما حاولتش ان انت تنقذها. مايكل قال له بص اللي حصل كالاتي، احنا كنا بنتخانق مع بعض وهي رمت الكنز عليا، ولما رمت الكنز عليا كلمه مني على كلمه منها تفت عليا، هي تفت على هدومي. انت متخيل انها تفت على هدومي؟ يعني بص الانسان ده بيتكلم باسلوب ازاي. انت متخيل انها تفت على هدومي؟ هي كانت عايزه تبوظ هدومي. انا قلت لها انت عايزه تبوظي هدومي؟ طب اهو. ورميت عليها بنزين وولعت فيها بوم. انا ما كانش قصدي ان انا اولع فيها، انا كان قصدي ان انا ابوظ هدومها. يعني انسان. خلينا نكمل. المحقق بيقول احنا كنا متاكدين كده ان هو بيكذب علينا. ابتدينا نساله طب ممكن تقول لنا ازاي جه البنزين على هدومها؟ مره قال لنا هو اللي دلق وقلعت التيشيرت وما كانش عارف ان السويتشيرت بتاعها لسه فيه بنزين. مره قال هي اللي حطته على نفسها. عمال بيكذب ويحور، والبوليس متاكد تاكيد تام خلاص كده ان هو كان في نوايا ان هو يأذيها. بتحكي امها جودي بوني وبتقول انا كنتش عارفه ازاي في انسان يقدر يعمل في انسان تاني الاسلوب ده. في الوقت ده يا جماعه المحامي بتاع مايكل جه وبيحاول ان هو ينقذ الموقف. عايزه اقول لكم بقى ان جودي المفروض ان كان مكتوب لها كام يوم بس انها تموت، ولكن عدى شهر ولا شهر، عمليه ورا عمليه وهي لسه ما ماتتش، البنت لسه عايشه. هي يا جماعه لسه فاقده الوعي ومش عارفين هي هتعيش ولا لا. بتحكي بوني بتقول انه هي بنوته كله بيحبها، مفيش حد ما بيحبهاش. في سن ال21 بقى عندها بنوتين وقدرت انها تخلف. كان امنيتها في حياتها كلها ان يبقى عندها اطفال وبيت وجوز يحبها وتبقى مستقره. بيحكوا كمان بناتها جودي بيقولوا ان هم صغيرين بيشوفوها بتكبر وهي ازاي بتحاول وعايزين لما يكبروا يبقوا زيها. وبيقولوا لما هي بتقول لهم ان هو بتحبهم بيقولوا ان في ناس كتير جدا ممكن يقولوا لك كلمه انا بحبك، ماما مثلا بتحبك، ولكن هم كانوا بيحسوها من مامتهم. فكان بالنسبه لهم صدمه كبيره جدا ان هم يشوفوا مامتهم في الحاله دي او في الشكل ده. المحقق بيقول احنا كنا دلوقتي بنلعب حاجه اسمها لعبه التاجيل. احنا مستنيين جودي تموت، احنا عايزينها تموت عشان ندخل مايكل السجن بتهمه القتل العمد. بيقول طبعا هو ده كلام صعب جدا، ولكن احنا مستنيينه من بدري ان احنا نقبض عليه، مش عارفين نوجه له اي حاجه بسببه وبسبب المحامي بتاعه. وبتحصل مفاجاه يا جماعه وبتفوق جودي وبتقدر انها تتكلم، ولكن هي مش عارفه ايه اللي حصل لها بعد ما اتحرقت. مش فاكره خالص انها دخلت المستشفى ولا كلمتهم ولا حتى انها قالت لهم ان مايكل هو اللي عمل فيها كده. تعالوا نشوف دلوقتي المحقق وهو بيكلمها بتتكلم معاه ازاي. قال لها انت اسمك ايه بالكامل؟ قالت له جودي ان مالينوسكي. قال لها انت عارفه ان انت عملتي اكتر من 50 عمليه؟ قالت له اه. قال لها انت عارفه ان انت متي اكتر من 7 مرات؟ قالت له اه. قال لها انت عارفه ان التوقعات الطبيه عليكي مش كويسه وانت
عاجلا او اجلا هتموتي؟ قالت له اه. شرح لها ازاي ان مايكل جوه السجن، ولكن انتوا متخيلين ان هي من طيبه قلبها قالت ان هي مايكل صعبان عليها ان هو قاعد في السجن. بتحكي بتقول ان هي ازاي صعبان عليها ان هو دخل السجن وان هو دلوقتي مش مرتاح، ولكن في نفس الوقت مرعوبه منه ان هو ما كانش عنده اي ريمورس او ان هو ندم على الحاجه اللي هو عملها فيها، ومرعوبه جدا منه ممكن يعمل فيها او في بناتها ايه لو هي قدرت انها تخف. بتحكي جودي وبتقول انها قبل 4 شهور بالظبط في ابريل 2015 مايكل كان بيعبر حبه ليها. بتقول ان هو مايكل بعت لها مسج على الفيسبوك وقال لها ان هو ازاي عنده مشاعر ليها من بدري وان هو بيحبها، ولكن اللي كان عندها احساس ان هو الشخص مش كويس هي مامتها، وقالت لها ابعدي عنه ما تدخليش معاه في علاقه. فجودي بطيبه قلبها يعني وانها طيبه قالت لها انه يا ماما ما تحكميش على الكتاب من غلافه، ولازم ان احنا نتعامل مع الشخص ده. جودي عرفت مايكل من اصحابها، ولكن ما كانتش تعرف مين هو مايكل بجد وايه هو الماضي بتاعه. بيحكي الضابط وبيقول انا اقدر اقول لكم دلوقتي هو ايه الماضي بتاعه: سرقه، عنف اسري، تهديد خطير جدا. سرقه، بلاغ كاذب، عنف اسري تاني، اعتداء، تهديد خطير تاني، اعتداء جنسي، عنف اسري، تعريض اطفال للخطر، وكمان اعتداء جنسي. تخيلوا يا جماعه الشخص ده هي ما كانتش عارفه عنه كل الحاجه دي. بيحكوا اصحابها لجودي بيقولوا ان ازاي مايكل كان على طول بيبعت لها مسجات حب وغرام وتعطيف وتلطيف، وان هو بيسمعها اللي اي بنت كانت محتاجه او نفسها انها تسمعه. وفي الوقت ده يا جماعه كانت حالتها مش كويسه قوي. هي كانت عندها كانسر في الرحم، لما كان عندها 27 سنه عملت كانسر في الرحم، وبعدها ادوها مسكنات. للاسف من كتر ما خدت المسكنات جالها ادمان عليها. بيقولوا ان هي ما كانتش قصدها انها تاخد المسكنات دي، ولكن هي حصل لها مضاعفات خطيره وكان لازم تاخد المسكنات دي. ابتدت انها تاخدها عمال على بطال، ولكن وصلت لفتره حست ان هي ممكن تبقى خطر على اطفالها، فقررت انها تدخل نفسها مصحه وتقعد فيها بالشهور عشان تقدر انها تطلع كويسه لبناتها. قعدت بالشهور فيها، وبعد ما خلصت ابتدت انها تروح الاجتماعات اللي بيبقى فيها الناس المدمنين 3 أو 4 و5 مرات كمان في الاسبوع، وابتدت انها تبقى احسن. ولكن اتدهورت حالتها تماما لما دخل مايكل في الصورة. مايكل كان متحكم فيها بان هو يشتري المخدرات دي جماعة وبيديها لها، ولما بيلاقيها تنتكس تاني بيعرف ان هو يرجعها ليه بان هو يديها تاني. دي كانت طريقته ان هو يضحك على البنات وعلى الناس اللي هم كان عندهم تاريخ مع الادمان. ابتدت جودي تشوف الوجه المقرف بتاعه لما ابتدى ان هو يعتدي عليها جسديا. كل ما كانت بتسيبه كان بيلاقي طريقة ان هو يرجعها ليه، ولكن الموضوع وصل للطب عندها لما ابتدى ان هو يخنقها. في ساعتها هربت من البيت وسابته وقعدت في الفندق. عايزه اقول لكم يا جماعه ليه جودي بقى ما كلمتش البوليس؟ لا، جودي كانت بتكلم البوليس، ولكن قبلها بالظبط مايكل كان عامل حسابه وكان بيكلم هو البوليس وبيقول لهم انه حبيبته مش لاقيها، حبيبته هربانه، هي حالتها مش متزنه. كان عامل نفسه الحبيب الغلبان يا عيني القلقان، فكان البوليس بيجيبها بالقصد عنده علشان هي مش متزنه. انتوا متخيلين قد ايه هو شخص وقح وحقير؟ في نهاية شهر مايو 2015 اتكلمت جودي مع مامتها بوني وقالت لها يا ماما هو لو عرف ان انا هسيبه انا عارفة ان هو مش هيسيبني عايشة. وفجأة اتقفل الخط، ودي اخر حاجة فكرها جودي، وبتفوق بعدها فترة من الغيبوبة اللي فيها، ودي اول مرة هيشوفوها بناتها واخواتها، وللأسف مفيش حاجة هتجهزهم للمنظر اللي هم هيشوفوا فيه مامتهم او اختهم. يعني محروقه يا جماعه 80%. جودي عندها اخ عنده داون سيندروم. اول لما شافها وهي شافته قالت له انت ممكن تحضني؟ قال لها لا انا مش عايز اذيكي، انت موجوعه وانت عيانه. بنتها وبناتها لما شافوها قعدوا يعيطوا ويصوتوا يقولوا لا دي مش ماما، رجعوا لنا ماما. طبعا يا جماعه هم اطفال يعني شايفين حد للاسف شكلها مرعب، مبقاش طبيعي زي ما هم كانوا عارفينها. طبعا بوني كانت مبسوطه جدا ان بنتها فاقت من الغيبوبه، ولكن ما تعرفش ان هنا ابتدت المعركه بتاعت بنتها. هنا ابتدى انه يخشوا في صراع ما بينهم وما بين مايكل عشان يحاولوا ان هو يعاقبوه على الحاجه اللي عملها فيها. في ديسمبر 2016 بدأت المحاكمة. بما انه جودي حالتها كانت كويسة شوية، المحققين والمحاميين بتوع مايكل بيحاولوا انه يقولوا يا جماعة دي حادثة، ما حصلش حاجة، الولد عادي، دي عادي جدا، حاسة ما كانش قصده. وفعلا القضاء ابتدى انه يميل لمايكل وان هو يطلعه براءة وان هو مش مذنب، ولكن لحسن الحظ حالتها اتحسنت شوية. وهنا هتبتدي الجد بقى في المحاكمة. قالت ان هي عايزة تبقى ضده وتحكي لهيئة المحلفين ايه اللي حصل.
هي بقت كويسه، انا عايزه احكي لكم يا جماعه. ولكن حصلت حاجه غيرت ده كله. مايكل قرر ان هو يعمل الشهاده بتاعته او المحاكمه بتاعته نو كونسنت، ان هو ما يقعدش معاها، ان ما فيش منازعه، وان هم يكلموها وهي تكلمه. وللاسف ساعتها اتحكم عليه ب 11 سنه سجن. عارفين يا جماعه بقى الحكم ده ايه؟ الحكم ده 11 سنه سجن بان واحد قرر ان هو يولع في عربيه في الشارع. اتحكم عليه ولع في انسانه وقرب ان هو يموتها بنفس الحكم اللي هو اي حد لو ولع في عربيه في الشارع بياخده. القاضي هو بيتكلم مع مايكل وهو بيقول له بص يا مايكل، انا عايزه اقول لك حاجه. انت اللي عملته في الام دي وعيالها حكم مؤبد ليهم، بشكلها وبالاعتداء اللي انت عملتهم فيها، حرفيا ده حكم مؤبد بسببك. انت واحد بتبان ان انت كويس، ولكن انت ما عندكش رحمه وما عندكش روح وما عندكش اي ندم لحاجه انت عملتها. انت فعلا شخص حقير جدا، واتمنى ان انت تتحبس اكتر من كده. وساعتها مشوا ودوه للسجن 11 سنه. طبعا جودي جالها حاله انهيار هي وبوني، انه ازاي بس 11 سنه؟ هو دمرني ودمر شكلي، حتى لو انا كملت ان انا اعيش محدش هيبص لي، بناتي هيبقوا خايفين مني، الناس في الشارع هيبقوا خايفين ان هم يبصوا لي. ليه عمل كده؟ هي كانت عندها القوه انها تحارب عشان بناتها، دي الحاجه الوحيده بس يا جماعه اللي كانت مخليها قادره تعيش. بيحكوا بيقولوا ان هم كلموا الصحافه وكلموا الناس ان هم يعملوا حاجه اسمها قانون جودي. قانون جودي ده يا جماعه انه لو اي حد اعتدى على مرأة او ولا فيها زي يعني حالة جودي، أقل حاجة ياخدها 20 سنة. ولكن للأسف القانون ده بعد سنة ونص من حالتها مش هيتطبق على القضية بتاعتها، هيتطبق على القضايا اللي بعدها. كل الدكاترة بيقولوا احنا مش عارفين انها ازاي لسه عايشة، مش عارفين هي ازاي لسه مكملة، جسمها حرفيا بينهار يوم بعد يوم. ولكن هي كانت قوية، عايزة تشوف القانون اللي هي عملته ده او القانون اللي اتحط بسببها بياخد مجراه، وانه في ناس تانية تقدر انها تحارب. ولكن حالتها ابتدت واحدة على واحدة ويوم على يوم تتدهور تماما. طبعا حطينا على المسكنات القوية جدا وحاولوا ان هم يدخلوها في غيبوبة تانية عشان تقدر انها تعيش اكتر جنبها بناتها وجنبها امها. دلوقتي يا جماعة مع كل يوم حالتها بتتدهور فيه، احتمالية ان مايكل تسبب في قتلها كبيرة، واحتمالية ان المحاكمة بقى والحكم 11 سنة ده يتحول من حكم عادي حرق العربية البني آدم قتل واحدة كبير. فقرر المحقق والمدعيين ان هم يكلموا او يحطوا فكره لجودي ومامتها ويشوفوا هل هي موافقه عليها ولا لا. المحقق قال لهم ان احنا عايزينك يا جودي نسجلك فيديو وان انت تبقي الشاهده على قضيه قتلك. قلت لهم ازاي؟ قالوا لها بصي يا جودي، انت اكيد مش هتكملي انك تعيشي وانت اكيد هتموتي. وقالوا لها ان دي صعبه جدا واول مره تحصل في امريكا كلها، ولكن هيحاولوا علشان يدخلوا الشخص البشع مايكل ده ياخد العقاب بتاعه الصحيح. قالوا لها ولكن حاجه واحده بس هتبقى صعبه عليكي، هنوقف كل المسكنات عن جسمك، لان انت لازم تكوني بعقليتك كامله، علشان لو احنا سالناكي وهم سالوكي يعني ما تبقيش تحت تاثير مخدر ويقولوا ان دي ما بتعرفش تتكلم في ايه، ما تعرفش هي بتقول ايه وهي تحت تاثير المخدرات. بس طبعا جودي وهي بتتألم تماما قالت له انا موافقه. كل امريكا بقى مستنيه اللي هيحصل في المحاكمه دي، لان دي اول واحده هتشهد من قبرها للمحاكمه بتاعتها. بتعيط جودي وبتقول ان انا عارفه ان انا ما استحملتش كل الالم ده على الفاضي، انا عارفه ان انا هجيب حقي. وهم مصورينها في فيديو يقولوا لها اسمك ايه؟ قالت لهم انا جوديث ان ماليونسكي، وقالت لهم مستعده اشهد يوم الخميس على قضيه قتل. Tell me your name and you're ready to testify. حاجه صعبه قوي يعني صعبه جدا ان الواحده عارفه انها هتموت وبتشهد من غير مسكنات ومن غير اي حاجه. بعد حوالي 60 عمليه وسنتين في المستشفى قرروا ان هم ينقلوها من المستشفى لمركز الرعايه اللي هو الهوسبيسز. الهوسبيسز ده يا جماعه مكان بيحطوا فيه الناس اللي هم اكيد 100% هيموتوا، زي مرضى الكانسر في الحاله الاخيره خالص، اللي عايزين يعيشوا مرتاحين شويه اخر كام يوم في عمرهم لحد ما يتكلوا خلاص. ولكن اللي كانت رافضه رفض تام ان بنتها تبقى في الهوسبيسز هي بوني، علشان بنتها في الاول في الاخر بتقول انا هفضل ماسكه ايد بنتي لحد ما ربنا ياخد بايده من الناحيه الثانيه. يعني كلام يعني الناس ما عندهمش ايمان بربنا. اخيرا 27 يونيو 2017 ماتت جودي بعد حوالي 700 يوم من العذاب. خلاص انتهت قصتها، ولكن هتبدا قصتها الجديده من القبر، وهنا هتبدا اول محاكمه في امريكا انها هتشهد من جريمه قتلها من القبر. سابت وراها بنتين، مامتها واخواتها، وهي كانت اللي بتعيلهم، ولكن اخيرا
هيجيبوا حقها. كل المحامين بقى بتوع مايكل، المحامين بتوع الفلوس اللي بيحاولوا كل حاجه عندهم ان هم يشطبوا الشهاده بتاعتها من المحاكمه، بيحاولوا ان هم مش عايزين خالص ان جودي يتعرض الفيديو بتاعها، مش عايزين القاضي وهيئه المحلفين يشوفوه، عايزين يسكتوها مره تانية حتى وهي في قبرها. البنت ماتت وهي فاكره ان هي هتاخد حقها، ان هي خلاص اللي عملوا فيها كل ده هيروحوا السجن. ولكن كان الموضوع صعب جدا من كل المحامين دول ان هم يبقوا ضد البنت اللي هي اصلا ميته. محامي مايكل قال ان القرار ده مش قرار دستوري، وان هم كل الناس يعني عايزين مايكل هو يخش السجن، حرام عليكم يا جماعه. ولكن القاضي قال يا جماعه ليها حق، دي قضيه جنائيه بقت، ليها حق ان احنا نسمعها. وبالفعل يا جماعه هيقدروا ان هم يعرضوا الفيديو لكل الناس ان هم يشوفوه. 5 يوليو سنه 2018 واخيرا جه وقت المحاكمه، جه الوقت اللي كله هيشوف بنتهم قالت ايه. ما كانش في حد يا جماعه مع جودي في الاوضه غير المحقق والممرضه اللي بتخليها تبقى هاديه شويه من الالم اللي هي فيه. اول مره امها، بناتها، اخواتها، حتى كله هيشوف الفيديو ده. بتبدا جودي وبيقول لها ارفعي ايدك اليمين وقولي له ان دي الحق وشهاده الحق ومش هقول غير الحق. طبعا قالت الكلام ده كله. لا وانت فاكره يوم الاحد 2 اغسطس سنه 2015؟ قالت له ايوه فاكراه. قال لها انت كنتي مع واحد اسمه مايكل سلاجر؟ قالت له اه احنا كنا واقفين في البنزينه. قال لها وكنتوا وقفتوا في البنزينه ليه؟ قالت له احنا رحنا نشتري سجاير واحنا اتنين كنا متضايقين وبنتخانق مع بعض لان محدش فينا مبسوط مع التاني. قال لها ايه اللي حصل؟ ممكن تحكي لي؟ قالت له ان هي نزلت من العربيه راحت ورا البنزينه وهو راح وراها العربيه. قال لها اركبي وشتمها بكل الشتائم اللي الانسان ممكن يتخيلها. وبعدها بعد 5-10 دقايق من الخناقه رمت عليه الكنز بتاعها. قال لها اه. قال لها ايه ده انت رميتي عليه الكنز؟ قالت له اه لان انا كنت متضايقه جدا من اللي هو بيعمله. ولكن فجاه نزل من العربيه جاب جيركن بنزين اللي بيحطه بره في العربيه، جابه فتحه ودلقوا عليا كلي لدرجه ان هو نزل في زوري وبلعته. قال لها طب انت كنت فاكره شكله وهو بيعمل كده فيكي ايه؟ ليه عمل كده؟ قالت له اه كله كان شر تماما. واحد بيدلق عليا بنزين، انا بصرخ وبعيط وبصوت بحاول ارجع منه وهو عمال يدلق عليا بنزين. فجاه عمال اقول له ساعدني، عمال اقول له خلاص انا اسفه، وهو عمال بيقول لي انت تفتي عليا، انت رميتي عليا الكنز، طب انا هوريكي. وابتدى ان هو يكمل اللي هو بيعمله. فجاه طلع الولاعه من جيبه وجري عليا وولع فيا. قلت له انا مش فاكره في ده كله غير انه انا كنت بصلي وبدعي ربنا انه يسامحني على كل حاجه انا عملتها وانه يحافظ على اولادي. قال لها طب هو انت كنت معاكي سجاير؟ قالت له لا. قال لها طب انتوا اشتريتوا سجاير؟ قالت له لا احنا ما اشتريناش سجاير خالص. خلص الوقت. دلوقتي بقى هيدخل في الفيديو المحامي وهيئة الدفاع بتاعت مايكل وهيحاولوا يشككوا فيها بكل حاجة. جابوا تاريخها، إدمانها، حالتها، بناتها جابتهم إزاي، كل حاجة بيحاولوا إن هم يشككوا فيها كإنسانة إن هم ياخدوا منها كلام. الوقت ده ابتدت إنها تضعف أكتر فأكتر، ألمها يبقى أكتر فأكتر. فقال لها طب ممكن تقولي لنا أنت في اليوم ده كنت لابسة إيه؟ قالت له مش فاكرة. لا ليه مش فاكرة؟ ما أنت كنت فاكرة حاجات كتير. لا يعني انت بتقولي ان الحريق والصدمه اثرت في ذاكرتك؟ قالت له اه. قال لها يعني دي اثرت في ذاكرتك ان انت تشوفي الحاجات بدقه؟ قالت له اه شويه. قالت له بس انا قدرت ان انا افتكر الحاجات المهمه اللي حصلت. انا فاكره ان اتدلق عليا بنزين، انا فاكره ان 95% من جسمي اتحرقوا، انا فاكره الالم اللي انا كنت بمر فيه. لا اه بس انت مش فاكره كل حاجه، انت كنت في غيبوبه، انت ما كنتيش فاكره. تخيلوا كميه القذاره الانسان اللي بيحاول انه يكذب اللي قدامه وهو شايفه محروق وبيتألم بكل حاجه لمده 3 ساعات يا جماعه عاملين يحققوا معاها ورايح جاي رايح جاي الكلام وهي يعني ضعيفه. بتحكي الام بقى انه بعد ما خلصوا كل ده وانها دخلت لبنتها كانت عماله بتعيط عياط هستيري وكانت في ألم رهيب. طبعا اخدوا بريك، وبعد ما خدوا بريك قرروا ان هم يعرضوا في فيديو تاني لجودي محدش كان قايل عليه. الفيديو ده بيتكلم مع القاضي بيقول لها طب دلوقتي لو انت متي ومايكل سليجر كان في السجن انت عايزه انه يتعرض ليه؟ قالت له انا عايزه انه يتحكم عليه بحكم القتل العمد، هو حرقني وهو اللي عمل فيا كده. قال لها يعني انت عايزاه ياخد مؤبد؟ قالت له انا عايزاه ياخد مؤبد لان هو يستحق حاجه زي كده. في الوقت ده يا جماعه قالوا لها طب انت ليه مش عايزاه ان هو ياخد عقوبه الاعدام؟ قالت له انا ما بؤمنش بعقوبه الاعدام، انا بؤمن ان الانسان يتعاقب على الحاجه اللي هو عملها. انا مش بعمل ده كله عشان انتقم منه، انا بعمل ده كله عشان انا اخد حقي. وبالفعل يا جماعه بعد ما الفيديو اتعرض القاضي قال الشخص ده مذنب، الشخص ده فعلا قتلها وانه هيتحكم عليه حكم مؤبد. جودي مانوسكي قدرت انها تبقى اول واحده في امريكا تشهد على قضيه قتلها،
وتجيب الحق لنفسها بكل الألم اللي هي مرت فيه، وقدرت تخلي أمها وأخواتها وبناتها فخورين بيها. واتكلمت بنات جودي قالوا له إحنا بناتها، إحنا بنستأذنك إن أنت تعدل القانون، وإنه في تعديل القانون جوه أمريكا لأي حد يعمل أي حاجة زي ما مايكل عمل في ماما يتعاقب بجد. وبالفعل يا جماعة اتغير القانون واتمدد 6 سنين زيادة، يعني كبداية يا جماعة للحاجة أو شخص ولع في شخص بالقصد. قضية صعبة، قضية يعني بتوريكوا قد ايه الإنسان ممكن يقابل شخص يفتكر إن هو بيحبه ويفتكر إن هو هيعمله كل حاجة حلوة، ولما يحاول يهرب يحاول ينقذ نفسه يقع في شر أعماله، يقع في حاجة وحشة جدا. ولكن بيورينا ازاي انها ما استسلمتش، بيورينا ازاي ان هي حتى بالألم استحملت الألم والوجع الرهيب عشان تجيب حقها. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، وما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات، ما تنسوش تدعوا لاهلنا كمان يا جماعه بالصبر والنصر. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.